في حياته كلها لم يشعر أنه ند للآخرين الذين يهزؤون به طوال الوقت، يعذبونه باستمتاع شديد مذهل، ليس فقط لأنه ضئيل الحجم مشوه الخلقة بصورة مروعة، بل لأنه يشعر في أعماقه بالضالة أمامهم، بأن الصراع غير موجود على الإطلاق بالنسبة له أو غير عادل على الأقل. يشعر بأن الهزيمة هي قدره المحتوم في الحياة. عيون الآخرين تسلط عليه أشعة ساخنة تذيب جدرانه الخارجية المصنوعة من الصفيح. يحس أنه عار أمامها مجرد من الحماية، أن مصيره معلق برغبتهم في المسالمة أو الصراع، لكنهم وكما عودوه دائما يجنحون إلى الصراع، لأنهم متأكدون أنهم سيكسبون المعركة منذ اللحظة الأولى لبدايتها، ولأن المعركة والنتيجة المروعة التي تنتهي إليها تسبب لهم سعادة تهز قلوبهم من الأعماق. رجاء ليش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة مقروء. واليوم سوف نتحدث عن كتاب لا تولد قبيحا للأديب المصري الكبير رجاء ليش رحمه الله تعالى. والكتاب هو كما أرى مجموعة قصصية مختلفة الأنواع والمذاق، والقصة الأولى هي التي تحمل عنوان الكتاب، وفيه يتكلم رجاء ليش ويصور إنسان قبيح يعيش في عالم من الوحوش. هذا العالم الذي بلغت فيه القسوة حد الحناجر، واختفت معالم الرحمة والإحسان تحت ظلمات السواد والليل. وتصور القصة أيضا أزمة القبح الذي يثور عليها البطل نفسه، لأنها تجعله يعيش مثل الفأر، تجعله إنسان منذوي ساخطا على كل شيء حتى على ربه، وذلك نبع من فقدانه لمقومات الجمال والحياة التي يتمتع بها الإنسان العادي. والقصة تصور القبح في أعلى درجاته، وتبين السلبية المفرطة للأسف الذي يعيش فيها مجتمعنا في التعامل مع الإنسان القبيح أو الإنسان المختلف عامة. والقصة فيها مشاهد كثيرة مؤثرة، مما تجعلك تشعر بالغضب لذلك الإنسان الجميل الذي هو قبيح فقط. والقصة فيها مشاهد كثيرة مؤثرة، مما تجعلك تشعر بالغضب لذلك الإنسان الجميل الذي هو قبيح فقط من الخارج، وليس في قبحه اختيار، بل هو قدر قدر عليه. والقصة تعرض جوانب كثيرة كلها تنبثق من بوتقة القبح، مثل فقدان الإنسان القبيح للحب وللحياة، فقدان الإنسان القبيح لثقته في نفسه وخوفه الدائم، السخط الدائم والكره. وأيضا طرحت رؤية في فلسفة الجمال بعنوان أن الجمال ليس من الخارج، وإنما الجمال الأساسي هو جمال الأعماق. الخلاصة أن القصة عبرت أشد التعبير عن سيكولوجية القبح وعلاقته مع الحياة بكل نواحيها الإنسانية وصلتها بالواقع، خصوصا أن النهاية تعبر عن الصدام الإجرامي الحتمي مع المجتمع. وهذه لمحة بسيطة عن قصة لا تولد قبيحا للأديب المصري رجاء عليش عليه رحمة الله إن شاء الله تعالى. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.